وصفتنا بقى هنعمل الطعمية المحشية جبن، وصفة حلوة وجديدة ومش هتاخد مننا وقت خالص. هنا الطعمية انا طبعا عملتها قبل كده كذا مرة، ممكن تقدروا تدخلوا تشوفوا الوصفة بتاعت الطعمية العجينة بتاعتها. هنا انا حطيت الطعمية جواها الجبنة، وبعد كده طعمية تاني وعملتها كور كده، بعد كده حطيتها في الزيت. انا بقى اقلب فيها، اول ما بتبتدي تاخد اللون وبتحمر كده بقوم انا قلباها الناحية التانية. هنا بشكلها بعد ما احمرت خلاص استوت بقى من جوه. وهنا بقى الطعميه بعد ما فتحتها بقى من جوه والجبنه بقى سايحه بقى فيها. اول واحده عملتها دي اللي هي بالجبنه الموتزاريلا. تاني واحده بقى هعملها نفس الطريقه. تاني بقى وصفه اللي هي الطعميه انا حطيت جواها جبنه شيدر حمرا، وبعد كده حطيت طعميه تانية عليها وظبطتها كده لحد ما اخدت شكل الطعميه، وبعد كده قليتها بقى في الزيت. اول ما بلاقي شكلها يعني احمر كده بقلبها الناحيه التانية، وده شكلها بقى بعد ما استوى خلاص بطلعها على جنب. وهنا بقى وانا بفتحها والجبنه الشيدر بقى جواها حلوه قوي وهي سايحه كده، هتعجبكم قوي وهتعجب فعلا الاطفال قوي. تالت بقى وصفه اللي هو الطعميه حطيت جواها جبنه شيدر صفرا مع جبنه شيدر حمرا، وبعد كده حطيت الطعميه عليها قليتها، وده شكلها برضو بعد ما طلع. تلات طريقه للطعميه احلى من بعض، يعني اختاروا اللي انتوا هتحبوها ايه واعملوها، يعني المتاح عندكم ممكن تعملوا بيها. وهنا بقى انا عملتها بصراحه جنب فول، والفول برضو طريقته موجوده عندكم وتقدروا تدخلوا وتشوفوا وصفه الفول بتاعتي. وبس كده يعني اعملوها، والتلاته فعلا احلى من بعض. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا على متابعتكم.